قعدت أفكر ليش هالقلق؟ ليش هالوتيرة السريعة؟ لحظة، كيف حمد يسوي فيديوهاته؟ وعشان أعرف الإجابة قررت أروح عنده. الحارث أول شخص يجيني بالاستديو الجديد. وإذا لا سمح الله ما تعرفوا من حمد، خلونا أخبركم من يكون. هذا حمد، مخرج وصانع محتوى في اليوتيوب، واللي يميز قناته إنه يجمع ما بين الثقافة والقيم الإسلامية بشكل سينمائي. ثقافتك الدينية بشكل عام، لكن مهمة جدا قبل ما أعطيك الهدية من عمان. مشكلة العمانيين مشكلة. لا تمدحنا، انتظر. أول شيء شوف الهدية بعد نمدح. أريدك أول شيء تتوقع الهدية. وش أكثر شيء العماني يشتهر فيه؟ الرجولة. الشيء الثاني يا رجال الشهامة. الشيء الثالث الكرم. لا شيء حقيقة ما وصفي. حلوة. صح؟ لأن أنا فعلا أحب الحلوة. لحظة ها؟ ما خلص. شنو؟ هدية أخرى غير الحلوة العمانية شنو ما أدري. حلوة ثانية. صباح الخير. تو ساعة 5:30 وتقريبا عندي 36 ساعة متبقية عشان أشبع فضولي من ذا الإنسان. وفي هذا الفيديو بناخذ جولة في استوديو حمد الجديد. المساحة فاضية ليش؟ لأني خاشة حق المليون. والأدوات اللي يستخدمها وكيف يخطط ويصور فيديوهاته. وآخر شيء سألت حمد الأسئلة اللي سألتوني في حسابي في الانستغرام. أفضل ميزة عندك وأسوأ ميزة. حياكم باستديوي الجديد المتواضع جدا. الحارث أول شخص يجيني بالاستديو الجديد. تفضل. لأنه سهل. دمتم سالمين إلى اللقاء. إيش عندك؟ أوكي، عندي هذه اللوحة البسيطة جدا اللي أشخبط عليها، واللي الناس واجد يقولوا لي لا ترسم. لما أرسم عليها يقولوا لا ترسم حمد. بس ما يهمني، الناجح محارب. صح. بس أرسم كيف، بس يعني الحين فاضية. إن شاء الله بنرسم عليها بعد شوي عشان الفيديو اللي بنصوره بإذن الله. AMAD. إيه أنت كنت كاتب حامد، أنا حمد. وتو تقول لي لا أنا كنت قايل لك أنا مو إيه. عندي فكرة. انه متفوق، عرفت؟ عندنا هذا الرف البسيط فوق في محمصة اير. شكرا محمصة اير على كل الدعم اللي تقدمونه لي، فخصصت لهم رف هني، هم يستاهلون. وعندنا درعين اليوتيوب 100,000 و100,000. أنت رحت ورديت؟ وين رحت ورديت؟ بالقناة قصدي. لا هذه قناتي القديمة. عندك قناتين؟ ايه كان عندي قناة بس سكرت. كان عندي قناة فيها تقريبا 300,000، كان بوف سكرتها، فتحت قناتي الجديدة اللي جبت فيها، اللي هي الحين. أيوه. اللي فيها 400,000 اللي جبت فيها هذا الدعم. يعني كنت مشهور قبل؟ ايه بعد اشتهرت مرة ثانية؟ ايه مشهور مرتين، دبل الشهرة هذا. كنت مشهور متين ايوه، والحين مشهور ضعيف، فاهم؟ فالناس اصلا ما تعرف انه هذا كان نفس الحمد. إيه. يعني في ناس يعرفون للأمانة، لكن مو الكل يدري. قناتك الماضية كانت عن وش محتواك؟ تحديات، مقالب، السوالف هذه يعني. اللي بعده الجزء. لحظة. هذا الباب جذبني. حلو. وش قصته؟ هذا مخزن؟ نعم. حياكم. بعض من الادوات اللي عندي مو شرط استخدمها، بس عندي غوريلا بود استخدمها للشطات السريعه غالبا. الرونن RS2 استخدمها غالبا، لكن بالفيديوهات يوتيوب ما استخدمها شغلي اللي برا. السموك ماشين اللي كل عوالي اني ابخر الغرفه فيها، لكن لا لما احتاج دخان استخدم هذا الماشين. الجودوكس ML60 عندي منها 2 من كثر ما احبها واستخدمها اغلب الشوتات. إذا بسألك كيف تقسيمة تنفيذك لهذا الفيديو بالأيام؟ يوم السبت وش تسوي؟ إلين السبت الجاي قبل ما تسوي أبلود لهذا الفيديو. هو غالبا ياخذ مني الفيديو الواحد ياخذ مني 5 أيام. اليوم الأول أحدد الفكرة وبلش أجمع لها مباحث، مصادر، أجمع كل المعلومات اللي عندي بتجاه الموضوع اللي قاعد أكتب عنه. ومعاي سارة ما قصرت، أختي سارة من السعودية، هي اللي تساعدني بالمباحث وتساعدني بالإعداد بشكل عام. أيوه. ثاني يوم أخطط شلون الفيديو راح يمشي. هذا النص السكريبت خلف الكواليس الفيديو قبل لا يصير لكم فيديو. ارسم الستوري بورد وتفاصيل الفيديو نفسه، اخطط على حرفيا كل شيء، اكتب الكلام اللي بقوله بس مو شرط التزم فيه، لكن اكتب المعنى وارسم اللقطات بالضبط اللي تبي تتنفذ، اللي راح تصير كفيديو، ارسمها قبل لا
انفذها. ليش هالقلق؟ حياة تمشي بسرعة. ومن هالورقة يا اعزائي ننتقل للتصوير. بلش؟ يلا. هذا مثل مشهور جدا بمشهد مشهور جدا. والله العظيم حسيت ان في صوت مكيف شغال بمخي طول حياتي وطفى. مالك في شوت صاير ثانيا المفروض نصور عني نسيت اصور. الإضاءة هذيك الإضاءة من برا و دخل مع ابي. ايوه ايش راح نسوي؟ الله نعيد لقطة. شوفوا شباب، لقطة واحدة تاخذ منك يمكن نص ساعة. وين الساعة؟ ساعة نص ساعة. دشينا الساعة 12 وربع. يلا It's work time. ليه في واحد نوك اوت هنا يا جماعة وانا الحين قاعد اصور. شوفوا لا أنا قاعد أختبرك إنه متى ياخذ بريك. عشان جسينا يا جماعة. شوش كثر التصوير متعب. يا ما قاعد هايط طلع. شوفوا هلا والله مستمتع أنا. نايم كذاب. نايم يقول انا مستمتع. نكمل ايه مثل ما اشوفك. من الاسباب اللي تخلي فيديوهات حمد مميزة هي توزيع الإضاءة. لان انا بالنسبة لي شخصيا اشوف ان الاضاءة حرفيا اهم شيء يتواجد بالشوت مالك. لدرجة ان حمد عادي عنده قلب الغرفة فوق تحت بس عشان مشهد مدته ثانية. فالحين نبي نحط هذه ونخليها برا كأنها صبح الحين، يعني كأنها اضاءة شمس داش. سوكا سوينا اليوم الاخير اللي هو الخامس بس مونتاج. وطريقة حمد في المونتاج كالتالي: بلش المرحلة الأولى التقصص وترتيب القصة. يحط هذا اللقطة هنا وهذا اللقطة هناك، ويقصر هذا اللقطة إلين ما يتأكد ان كل اللقطات متكاملة وبالتسلسل المطلوب. بدينا ننظف الصوت. مع ان حمد استخدم مايك تقريبا نفس مالي، لكن بعده لازم تنظف الصوت. بعطيك مثال: هذا صوته بالمايك لكن بدون تنظيف، هذا صوته بالمايك مع التنظيف. بعدها بلش بآلية المونتاج نفسها، إن كان في ألوان إن كان في جرافيكس. ولأن حمد شاف مخطط 90% من الفيديو، فما بيحتاج ياخذ وقت ويفكر يشوف وش أنسب لقطة ولا أنسب إفكت يحط لكل ثانية. وآخر مرحلة يضيف مؤثرات صوتية، لأن لكل حركة صوت. ما علينا منه. نحن ننتقل لفقرة الأسئلة. لو قالوك تختار عنوان لحياتك وش بيكون؟ حمد يجرب حتى يتعافى ويتساءل حتى يتسع. ليش سلسلة رمضان كانت قصيرة؟ لأن الفكرة من سلسلة رمضان أصلاً أنها بس تعلم اللي مو قاري بالسيرة النبوية أن ترى السيرة النبوية جميلة جدا. فالفكرة كانت مجرد اختصار يعطيك المجال أنك أنت تروح تبحث بنفسك. أخبار معلوم. ها؟ وين شايف نفسك بعد 5 سنوات؟ للأمانة ما أفكر حيل بالمستقبل البعيد، يعني ما أعطي تركيزي، أركز شنو بكون أو وين بكون بعد أسبوع. متى كانت نقطة تحول في حياة حمد الويباري؟ يمكن الوقت اللي كنت التفت حولي وما لقيت ما في إلا رب يعني عز وجل. فيمكن هذه اللحظة هي اللي خلتني أستوعب إن لازم أرجع للطريق الصح. خلينا نقول لو تحولت الحمامة وتبغى تثبت لأهلك وأصحابك أنك حمد، كيف بتثبت لهم؟ راح أروح أتفلسف عليهم، أعطيهم معلومة جديدة، أعطيهم تدرون إنه صار كيت وقاعد أقرق عليهم لين يصدقون. شنو أسوأ شيء تعرضت له في السوشيال ميديا؟ يمكن فكرة إني موجود بالسوشيال ميديا من وأنا صغير، فمراحل تغيري صارت قدام الناس، فالناس ما كانت متقبلة تغيراتي بشكل عام. ليش ما في صناع محتواهم هادف نفسك؟ في واجد أحسن مني أصلا، لكن الفكرة إن المحتوى التافه أسهل انتشاره، فإحنا اللي علينا لما نشوف محتوى هادف ننشر نتفاعل. أفضل ميزة عندك وأسوأ ميزة؟ أكثر شيء أحبه فيني يمكن الالتزام، وأسوأ شيء فيني يمكن في ناس يقولون إن أحمد يسولف واجد ويتكلم واجد، مع إني أنا ما أتكلم واجد، لكن مرات أضطر إني أنا أتكلم واجد عشان اللي وش السبب اللي خلاك تصير مخرج؟ لأني أقدر أوصل برسائل وبسهولة وتوصل للكل. متى يجي عمان؟ قريبا.
حياك الله. إذا بجاوب على سؤال كيف حمد يسوي فيديوهاته بلخص لكم في 3 نقاط. خلصنا أحد المحاور وباقي ساعة لازم أكون في المطار، نلحق ولا ما نلحق؟ النقطة الأولى الإعداد والتخطيط. كل ما حطيت جهد أكثر في التخطيط كل ما قل جهدك في التصوير والمونتاج. أنا حمد كنا ماتشبوس دي مفروض رايحين المطار بس عشان ماتشبوس بس دي. عشان ما يبوظ. النقطة الثانية التفاصيل. يعني كل فيديو تلقى اللابتوب مالي ترى له علاقه بالفيديو اللي قاعد اصور. يعني فيديو التوبه انا كنت لابس اسود. وغيرها الكثير من التفاصيل في فيديوهات حمد. كثرة التفاصيل تعطي إيحاء بأن المنتج متكامل. يما بسم الله شنو؟ ليش قريب حن؟ في رولز. النقطة الأخيرة استمتع. حاول انك تحب المحتوى اللي تقدمه لانه مردك بتمل من الشغل ومردك بتسلك، بتسوي شيء ما يعجبك، بتسوي شيء مو تمام بس عشان مثلا فيوز أو بس لما تشتغل عشان نفسك ويكون البروجكت لك انت 180 درجة يعني. تخلص البروجكت تشوفه انت عاجبك، تشوفه بعد 3 سنين انت عاجبك، تشوفه بعد 10 سنين البروجكت للحين عاجبك. 48 ساعة هذه كانت كفيلة تنشط حبي في صناعة الفيديوهات. 48 ساعة هذه تعرفت على شخصية ثمينة لازم كل حد يعرف عنها. شنو هذه؟ هذه جائزة أفضل صانع محتوى. هذه راح تعلق عندي مستحيل. يعطيك العافية. كانت خوش 48 ساعة. الحمد لله. اي والله. أقول لك طيب بالضبط. اي بالضبط. ساعة. حطها باليد. مصداقية. مصداقية.